حياتكم كيفكم؟ اشتقت لكم كثير. بعرف صار لي زمان ما نزلت فيديو، صار لي سنة تقريبا ما نزلت فيديو. رح صير مذيعة لأول مرة بحياتي، بس أنا ما في رهاب اجتماعي، يعني عم حاول إنه أعمل حالي ما في رهاب، بس في رهاب شوي صغيرة، بس ما مشكلة. طبعا نحن عاملين حملة تطوع فيها رسامين، موظفين، في كثير 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 فعاليات، فقرروا إنه يعملوني مذيعة اليوم. رح أكون مذيعة اليوم، وشكرا على 100,000. بعرف شو 117 بس مشوا. ايه بس اللي هو بالبيت مزيل مكياج بيمشي الحال. لما بتعرفي عندي عدة مكياج. تعرفين عن حالك؟ أنا الدكتورة مجموعة سوريين. مرحبا، أهلا وسهلا. عارفين عن حالك؟ صفية عثمان. مرحبا. أهلا وسهلا. شخص مختلف اللاذقية. اهلا وسهلا فيك وشرف. كيف تعرفنا عن حالك؟ بشار زيد نازل مدير اداره المسبح المدني. بس عم صور هيك لقطات لأنه بدي أعمل فيديو على اليوتيوب. بس يكون شكلي ظابط. سوري. كت. حكي مترابط لفيته. هلا حاليا عم ينظموا كيف رح نطلع. رح نطلع على 3 مجموعات. طبعا اسمها المبادرة بالحب منعمرها. حاليا نحن على الطريق لنرجيكم باقي الفعاليات. رح يطلع شغل جبار. بلشنا تنظيم. الله يعطيك العافية روحي. الله يعافيك. شكرا كثير على مشاركتك معنا، كثير سعيدة فيك يا عمري. هي خاطرنا الحلوة اللي بتجنن كلياتها. حبيبتي رسمت عوب علي. ايوه تماما، اهم شيء رسمتك. شكرا. عطلة السيارة. شكرا. ملاحظة كثير صغيرة، أنا غير إني أنا مذيعة كمان لازم غطي على كل شيء، يعني نزل ستوريات، نزل فيديوهات، نزل ريلات فلازم نكون ملحقينهم قبل ما يوزعوا البوالين والشوكولاتات، فإن شاء الله نلحقهم إن شاء الله تصلح السيارة. مثل الحال. شو عم ترسموا هلا؟ عم تصورينا انت؟ لا هيك تلبكنا غير رأينا. رايحين على المنطقة الأخيرة مش راسلي جد. جبت العيد كثير؟ لا نفسه لا مرحبا يا أهلا وسهلا. عارفين عن حالي؟ أنا الدكتورة بانا يوسف من مبادرة بالحب منعمرها. هيدي الرسمة لسه ما خلصناها، لسه بدها شوية رتوش يعني. من بعد إذنك، بس من بعد إذنك. أوكي طيب شكرا. هلا حاليا ناطرة فيك اللي جبت لي المفتاح. المفتاح قد ما بينزت العظيم انه يستعملوه. هذا المفتاح صامد وحياة الله صامد.
البني آدم الطبيعي بعد ما يكون صاع كتير وراح كتير ومن محل لمحل لازم يرجع بيته وينام، صح؟ لا، أنا بعمل سليب أوفر عند رفيقتي عادي. والله كتير انبسطت. هيدي أول مرة بتطوع بهيك مبادرة كتير حلوة. كتير انبسطت بالأشخاص، بالناس. حسيت هيك ما حسيت حالي غريبة. حسيت إنه أول ما دخلت الكل أخذ وش، مهضومين حبوبين. ما بعرف كيف، هي أول مرة بتطوع بهيك مبادرة وكتير حبيت الأجواء. وأكيد رح نعيدها إذا رح نعمل مرة تانية وثالثة. أكيد رح نعمل مرة ثانية وثالثة ورابعة. أبقى من القلب غير هيدا، بس إنه ما مشكلة. بحب لكم إذا سمعتوا حدا عم يحكي عن شي تطوعي، شي مبادرات، حملات كذا، توعية، تنظيف، أي شي بالحياة، عن جد روحوا تطوعوا، لأنه هو عن جد هيك شي حلو. تغيير شكل، طلعوا من هذا الروتين والمقت والاكتئاب، يعني غيروا جو. وكمان أهم شي بالنسبة لنظافة الشوارع ونظافة الرصيف وهيك، أهم شي إنه إذا بدك تشوف بلدك نظيف بلش منك أنت. ما أنت بتحب يكون بيتك نظيف، بيتك نفسه حارتك، نفسه شارعك، خليه نظيف. صايرة عم تقولي حكم يا دلع. بالنهاية بحب لكم بعد ما تطوعت لأول مرة بحياتي كتير حبيت الموضوع. رح تشوفوني قريبا جدا عم بتطوع بكذا منظمة، لأني دلع كتير حبيت الموضوع. مع إنه فات الساعة 9 وأنا ما كتير بحب فيها بكير، بس انبسطت. الأجواء كانت عن جد نار. آخر شي بحب لكم، بحبكم كتير. باي باي.